طيب الآن الشيخ أبو عاشة قلت إنه كان أبو بكر هو الذي تولى الإشراف على تغسيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي تولى دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنظيم الأمور وتنظيم الصلاة على رسول الله صلوات الله عليه وآله، وصلوا عليه ولم يكن لهم إمام، لأن هذه خاصة برسول الله صلوات الله عليه وآله. طيب الشيخ أبو عائشة، أنا عندي حديث، وهذا الحديث ليس من باب التبجح ولا من باب يعني، بس من باب التحدي العلمي. أنا أطلق تحدي علمي لكل مشايخ السلفية أن يضعفوا هذا السند، وهو مصنف ابن أبي شيبة يقول حدثنا ابن نمير شيخ البخاري عن هشام شيخ البخاري بن عروة، بعد هذا تابعي، عن أبيه الزبير بن العوام وعروة تلميذ عائشة، إن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي صلى الله عليه وآله، كانا في الأنصار فدفن قبل أن يرجعا. وعائشة في الطبري تقول ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وآله حتى سمعنا صوت المساحي. طيب الآن أبو بكر وعمر عارفين حبيبهم رسول الله، أنت أحب الناس إليه، خليله أبو بكر، عايفة ورايح يحشد الأنصار على الكرسي، تصارعوا إلى الأنصار على الكرسي ورجع لقى مدفون. بالله عليك أنت تسويها مع أبوك؟ لو كان أبوك موجود تعوفه وتروح ترشح للبرلمان وتنتظر البرلمان وتسوي انتخابات وإعلانات وتعال يا فلان انتخبني وفلان لا تنتخبني، وأبوك متروك بالبيت ما مدفون بعده، وتدفن الناس وأبوك متروك وأنت ملتهي، زين ترشح انتخابات ورئاسة وغيرها. بالله عليك هذا فعل إنسان مؤمن يفعل هذا مع أبوه وليس مع رسول الله، مع أبيه وليس مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هل هي هذا محبة رسول الله؟ هل هذا الاتباع؟ هل هذا التقدير؟ هل هذا الاحترام لرسول الله؟ هل هذا التعزير؟ هذا النصرة؟ هذا التوقير الذي في الآية تعزروه تنصروه توقروه؟ هل هذا هو؟ هذا الذي أمر الله تعالى به؟ تفضل شيخ أبو عاش. طيب أولا ما ذكرته غير صحيح. لماذا؟ لأن لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقوام امتلأت قلوبهم بالحقد والغل على الإسلام وأهله، صاروا يعني يختلقون مثل هذه الاختلاقات وهذه الافتراءات لكي إيش؟ ينزلوا من قدر الصحابة. أولا توفي النبي متى؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بعد الزواج، ودفن متى؟ يوم الثلوث ليلة الأربعاء. يوم الثلوث ليلة الأربعاء بعد أن صلى عليه جميع أهل المدينة إلا أبو بكر وعمر. وعائشة لا تعرف متى دفنه. دقيقة صلوا عليه جميع أهل المدينة. الدليل أبو بكر رضي الله عنه، قلت لك لكل سؤال جواب عند أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل النهر. هذا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. أيضا لا نظن بالصحابة إلا خيرا، فكانوا أيضا بالمدينة وحضروا الجنازة، وهذا أمر واضح من أن نأتي بأسانيد ويقول أتحداك أن الأمر واضح. معقولة يا سيد ميثم، معقولة أن أبا بكر وعمر وزيراء النبي ومستشاريه وأقرب الناس يتركون دفنه ولا يحضرون جنازته ولا يصلون عليه؟ هذا يعني يقول لك كلم العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له. إذا وجد العاقل في هذا السند هل فيه شيعي مثلا؟ فيه رافضي هذا السند؟ هذا رجال البخاري، كلهم رجال البخاري. يا أستاذ أنا أتكلم وأقول الواقع الذي كان عليه الصحابة. الواقع أنت كنت معهم أبو عائشة؟
احنا الواقع غير عرفناه من خلال الروايات. درجت معهم فاطمة، درجت معهم، وهي التي نقلت أن الصحابة كانوا حاضرين الجنازة وحاضرين الدفن. أعطيني كلام فاطمة عليه السلام أن أبو بكر وعمر كانوا حاضرين دفن النبي صلوات الله عليه وآله. يلا ماشي. شهادتها معتبرة. وينها؟ معتبرة. وينها؟ روى البخاري في صحيحه. يلا البخاري وفي صحيحه. الرواية رقم 4400. فقالت فاطمة لما رجع الناس من هم الناس؟ الصحابة. تقدموا من أبو بكر وعمر. فأتت إلى أنس، لأن أنس خادم النبي وتعرفه، فقالت يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ فمن أين أتيتم بأن أبو بكر وعمر وعثمان لم يحضروا جنازة النبي ولا دفنه؟ هنا فاطمة الزهرة تقول لما رجع الناس استقبلتهم، تكلمت مع أنس لأن أنس خادم النبي، فقالت أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألو، السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنهم شهدوا النبي، شهدوا جنازته، صلوا عليه. الله حياكم الله. طيب الله يبارك فيكم، الله يحفظكم مولانا أبو محمد، حياكم الله. الله يبارك. إن شاء الله الآن أقدمكم أبو عائشة. وين اسم أبو بكر وعمر في هذه الرواية؟ فاطمة الزهرة تقول لما رجع الناس ما قالت أبو بكر وعمر، رجع الناس. وين أبو بكر وعمر؟ وين؟ يعني هي في ذيك الوقت فاضية، يعني تقول لي فلان وفلان. المرأة حزينة مهمومة، يا الله قابلت أنس، يا الله سألت أنس. يعني الآن كل لفظ به ناس يجب أن يكون فيه أبو بكر وعمر. أنا أتكلم عن واقع دفن النبي وحضور جنازة الناس. نتكلم عن الناس. لفظ الناس تطلق على مجموعة 5 6 10 ناس، مو شرط فيهم أبو بكر وعمر. يعني مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذا قول المنافقين. أسألك سؤال. لحظة. كم استمروا في السقيفة؟ يا رجل أرجوك يا أخوان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، منافقين هذول. يعني هذول فيهم أبو بكر وعمر، لأن لفظ الناس يجب أن يكون فيها أبو بكر وعمر. يعني أبو بكر وعمر منافقين. تقبل؟ فاطمة سؤال واحد بس حق أبو عائشة. أنا أسألك سؤال. كم استمر بقاؤهم في السقيفة؟ هل استمروا إلى ليلة الأربعاء وهم لا يا رجل؟ انتهت السقيفة وانتهى التنصيب والتعيين، ثم ذهبوا لدفن النبي. لا، لم ينتهي. عائشة السلام عليكم، بس دقيقة واحدة، عطني دقيقة واطلع. بس أقدمك مولانا أبو محمد. لم ينتهي وبقي الأمر، وسعد بن عبادة اعتزل وأرادوا قتله وأرادوا الهجوم عليه وقتله وأرادوا وخرجوا من السقيفة يرتدون الأزر الصنعانية، وما لقيهم أحد إلا خبطوه، وعندكم خطبوه، وعمر بيده عسيب من النخل يضرب الناس ويأمرهم بالطاعة وكثير من الأمور والتفاصيل.